قايمة ايه دي اللي لو دخلت المحكمة هتبوظ؟ هي طبخة وصلاحيتها هتنتهي. في ناس كتير أول ما بتغضب أول حاجة بتعملها بتقوم جارية على المحكمة تشتكي. فالقايمة لما بتدخل المحكمة بتتناظر، سواء بقى عملت جنحة تبديد أو رفعت دعوى رد عين جهاز، القاضي بيمضي عليها، فبتتصالح وبترجع البيت تاني. فاحنا بنروح للقاضي نقول له ان احنا عدنا على ذات المنقولات، ان انا اتصالحت ورجعت بيتي على عفشي، وبسحب اصل القايمه. سواء بقى عملت تصالح محامي عام او قدام القاضي، باخد شهاده من الجدول او باخد ورقه بما تم في القضيه، صوره بقى بمحضر الجلسه، صوره من التصالح، اي حاجه تثبت ان انا اتصالحت، ان انا رجعت على نفس العفش، وبسحب اصل القايمه. اللي بيختلف ايه بقى؟ ان انا لو جيت اشتكي تاني بنفس القايمه دي ما بقدرش اروح اعمل جنحة تبديد، ما بيبقاش قدامي غير طريق الشرع بس، ان انا اروح ارفع دعوة قدام محكمة الاسرة برد اعيان الجهاز. ما بقاش من حقي الطريق الجنائي اللي هو اوريدي كده كده هيتلغي في القانون الجديد، مش هيبقى في جنحة تبديد. انتوا بقى بتشتغلوا الراجل يعني لما يجي يصالحك وتقولوا له اصل القايمة باظت فاكتب لي قايمة جديدة، دي مشكلتك انتي.